السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الأعزاء، في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة حول كشف ملابسات اختطاف مروى بوغشيش والسبب الذي أدى إلى ذلك، وما الذي حدث مع مروى بوغشيش طيلة الفترة التي كانت مختفية فيها، أو بمعنى دقيق كانت محتجزة من قبل أشخاص. سنتعرف على كل التفاصيل. وللتذكير فإن مروى بوغشيش اختفت يوم 22 من شهر مايو لعام 2025 على الساعة 9 صباحا، وذلك بعد اكتمال آخر امتحان لها بمتوسطة 11 من ديسمبر بحي الزيادية قسنطينة، إلى أن تم العثور على جثة مجهولة الهوية في غابة جبل الوحش. وبعد ذلك كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة للرأي العام الجزائري أن الجثة التي وجدوها مقتولة في غابة جبل الوحش تعود لمروى بوغشيش، وذلك بعد إجراء تحليل الحمض النووي DNA لهذه الجثة. الضحية مروى بوغشيش تم الترصد لها والتخطيط لخطفها من قبل المختطف واثنان آخرين. مروى بوغشيش اختطفها الجاني لأن له عداوة مع أهل بيتها. الجاني قام بتجويعها وربطها بإحكام وإغلاق فمها، وقام بالاعتداء عليها. الجاني استغل عيد الأضحى المبارك لجلب أدوات مثل منشار وساطور وأكياس بلاستيك بداعي عيد لذبح الأضحية، واستغل العيد لأن الوضع كان خطير جدا، وأي شبهة حركة تعد خطر عليه وكشفه، حيث قام الجاني بقطع رأس الضحية وقطع أرجلها ويد واحدة. الضحية كانت في منزل آخر غير المنزل الذي يقطنون فيه أمام أهل الضحية. أخت الجاني هي التي استدرجت الفتاة مروى بوغشيش للمنزل الآخر، وساعدهم أيضا أخ للجاني، يعني القاتل وأخته وأخوه. والجاني استغل فرصة العيد لإخراج أعضاء الضحية كأنها أشلاء الكبش والفرو، حيث قام الجاني برمي الضحية في أكياس ورمى فوقهم قمامة البناء وأسلاك وحديد وليس تراب. وللعلم الجاني واحد من المشتبهين فيهم، لأنه أول شخص تم الشك فيه وتم تفتيش منزله. وبعد أن تم العثور على الضحية قامت الشرطة العلمية بعملها وتوصلوا إلى الجاني بعد عدة أيام. الجاني قبل القبض عليه كان بصدد سرقة ضحية أخرى من نفس الولاية، وكان تحت أعين المراقبة. أمن قسنطينة يوقف عائلة كاملة. وفي هذا السياق أوقف أمن قسنطينة عائلة كاملة تتمثل في بنتين وأم وأب شاركا في جريمة قتل الملاك مروى بوغشيش، وتوقيف صاحب محل لبيع المواد الغذائية جار الضحية المشتبه فيه الأول. رحم الله مروى بوغشيش وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.